النهاردة هنتكلم على أكلة لذيذة جدا بتعشقها السلاحف وكمان بتديها طاقة وصحة وحيوية. يا ترى ايه هي؟ أيوة، هي الملوخية. زي ما حضراتكم شايفين كده السلاحف بتعشق حاجة اسمها ملوخية. الملوخية مش بس أكلة مصرية لذيذة لينا، لا ده كمان وجبة مغذية جدا للسلاحف المصرية واليونانية. بتديهم كالسيوم علشان الصدفة تفضل قوية، وكمان بتديهم فيتامين ايه عشان يحافظ على عيونهم وتفضل منورة، وكمان جهاز المناعة بتاعهم يبقى قوي وزي الفل. كمان فيها ألياف بتساعد معدتهم تشتغل صح من غير ما تعطل امتصاص الكالسيوم. يعني ورقة صغيرة من الملوخية بتعمل معجزة في جسم السلحفة. بس خلي بالك، ما ينفعش ان احنا نقدم للسلاحف ملوخية متلجة او مجمدة او مطبوخة. لازم تكون فريش، وما ينفعش ان احنا نعتمد عليها كوجبة اساسية. لازم ننوع ليها، زي مثلا جرجير، زي خس، زي جعضيد، زي خبيزة، زي شبت، زي كزبرة. الأكلات دي كلها لازم ننوع للسلحفة فيها. لو لسه مكملين معايا الفيديو لغاية دلوقتي، ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات، واللايك الحلو والكومنت الحلو. وإذا عجبكم المعلومات استنوني في فيديوهات أكتر وأكتر. سلام عليكم.